الميزان هو الصحابة. انتبه، كل الفرق 73 يقول لك يا أخي نعم كتاب وسنة، قل له صحابة، يقول لا اسمح لك مشي برا، اسمح لك، ما في صحابة. القرآن مربوط بالصحابة والسنة مربوطة بالصحابة أبدا. قرآن وسنة بدون صحابة لا، الصحابة هم الميزان. وهذا فرق ما بيننا وبين أهل البدع والأهواء كله بلا استثناء. فتنبه يا عبد الله. طيب، والعلماء اليوم ناشر، والله علماءنا ومشايخنا زينة في المجلس، إذا جاءوا في أي مجلس في أي مكان والله زينة، ما تسمع إلا النور والهدى وتفرح وقلبك يفرح، وكلنا كنا نفرح بمجيء المشايخ والعلماء. لا. طيب، والهداية لا شك هم الأصل في هداية الخلق، في النوازل، في المصائب، في الفتن. ماذا نعمل يا شيخ؟ قال افتح الطريق هذا، امشي بالطريق هذا، امشي بالطريق. هداية. رجوم الشياطين، ومن اللي يرد على أهل البدع والأهواء إلا هم. واضحة؟ إذا هذه الثلاث لم تنطبق على اللي يقول أنه عالم، اعلم يقينا أنه ليس من العلماء الورثة. العلماء الورثة هكذا: زينة، هداية، وإرشاد، رد على أهل البدع. والله ما يترك بدعة ولا يترك شر إلا ويحذر منه ويكشف الباطل اللي فيه. هكذا. فالثلاثة إذا يجي بعض الناس يقول لا يا أخي احنا ما نرد عليها، أو بعض مثلا جماعة من الجماعات اللي موجودة يقول احنا ما ننكر على المخطئ، احنا ما ننكر عليه، إذا رأينا منكرا نسكت عنه، وبعدين هو شوي يتعلم. لا. طيب، من رأى منكم منكرا فورا فليغيره، إما بيده أو بلسانه أو بقلبه، ما في كلام.